عمرك شفت حد اتجوزت جن وحملت منه وخلفت كمان؟ الفنانه اللي هتظهر لكم على الشاشه دلوقتي كلنا عارفينها، بس محدش يعرف قصتها ايه وايه الرعب اللي عاشته وحياتها انتهت على ايه. اللي هحكيه النهارده مش فيلم رعب ولا مسلسل، دي قصه رعب عاشتها الفنانه لطفيه نظمي. يلا بينا نعرف الحكايه مع حسام ابو سليم في برنامج الملف الاسود. الفنانة لطفية نظمي ممثلة مصرية من مواليد محافظة دمياط، اتولدت يوم 6 ديسمبر سنة 1898. كان عندها حب للتمثيل والمسرح، ولما اتقبلت في فريق يوسف وهبي اشترت شقة صغيرة في عمارة في حي القاهرة، وقعدت في الشقة لوحدها عشان تبقى قريبة للمسرح. في يوم بقى يا سيدي وهي راجعة من المسرح قابلت جارها اللي ساكن جديد معاها في العمارة، راجل كده تشوفه شيك وشكله هادي ولابق. في وسط الكلام ما بينهم والتعارف قال لها اللي هو شغال دكتور. كلموا شويه والكلام طول والاعجاب حصل بسرعه، وبعد كام يوم يمكن اقل من شهر كمان كانوا متجوزين. لكن من اول يوم في الجواز حصل حاجه غريبه قوي، ان هو ما باتش معاها في البيت. ومش الليله دي بس، ده عمره من ساعه ما اتجوزها ما باتش معاها ولا ليله. الصبح طبعا تلاقيه كعادته، لكن بالليل ما تلاقوش ويختفي. الفنانه طبعا لطفيه نظمي ما حطتش في دماغها وقالت يمكن شغله بياخده، لكن اللي جاي اغرب واعمق من كده بكتير. حاولت ما تحطش في دماغها وتتجاهل الموضوع ده خالص لحد ما اختفى اكتر من اسبوعين. وهنا بدات تقلق جدا ودورت عليه في جميع المستشفيات، مفيش ولا في اي سجل اسم دكتور بالاسم ده. رجعت البيت وقررت تكسر مكتبه اللي عمره ما خلاها تقرب منه، ولما فتحته لقت اوراق مكتوبه برموز غريبه جدا، رسومات مربعه وكلمات اشبه بالطلاسم. ولقت كمان قائمه مكتوب فيها اسامي ستات كتير، تحت كل اسم ست مكتوب عنوانها بلون احمر غريب. بدات هنا لطيفه تدور على عناوين بنفسها، لكن كل مره تروح فيها عند واحده من الاسماء تكتشف ان حد خلص عليها، وكلهم ماتوا واحده ورا التانيه، وكلهم ماتوا بطريقه بشعه. هنا بقى الحكايه خلصت؟ لا ما خلصتش. هنا بقى انهارت الفنانه لطيفه وحكت كل التفاصيل دي لصاحبتها، وهنا صاحبتها نصحتها اللي هي تروح لشيخ. وهنا اول ما الشيخ شاف الورق وشاف الرموز قال لها اللي في ايدك ده سحر اسود مكتوب بايد جن قوي جدا، اللي كتبه مؤذي لازم تبعدي عنه فورا لان هيأذيكي زي ما اذى الستات دول كلهم. بدأت لطيفة تجمع كل حاجة لان اكتشفت ان جوزها مش انسان عادي، وكمان كان بيخاف من الليل وبيخاف من صوت الاذان، واللي هي كانت بتلاحظه ولاحظته ان هو بيختفي وقت اذان المغرب. هنا رجعت البيت مرعوبه وفضلت تشغل قرآن 24 ساعه. وبعد شهر رجع جوزها اللي هو الجن، ايوه الجن. ولما دخل البيت وسمع صوت القرآن قعد يصرخ بصوت عالي ويحط ايده في ودنه ويقول لها وقفي القرآن بسرعه، وقفي بسرعه. لكن هي رفضت وما وقفتش القرآن. راح هو هاجم عليها، راحت جريت بسرعه مشغله اسطوانه الاذان اللي هو بيترعب منها وبيخاف منها. واللي حصل بعدها كان زي الافلام، فضل واقف مكانه متخشب وكانه متسمر. استغلت لطيفه الفرصه وضربته على دماغه لحد ما وقع واغمى عليه. هنا بقى لطيفه جريت على الفنان يوسف وهبي وراحوا جايبين الشرطه بسرعه. هنا الشرطه لما قبضت عليه التحقيقات كشفت المفاجاه.